يا صباح الورد والفل والياسمين، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم هنا، صباحكم رزق، صباحكم ابيض زي قلوبكم. النهارده يومنا زي الورد. قمنا بدري كده، صلينا الصبح وعملنا طبق عجوه بالبيض. مش هتنسى حلاوتي. انا بشكر حبايبي واخواتي اللي متابعيني، وربنا يجبر خواطركم جبرا يتعجب به اهل السماوات والارض، وما نحرمش منكم يا حبايبي يا رب. لا اله الا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله. طيب طبعا يا حبيبي، العجوه بقى معاكي كده معلقتين السمنه حلوين سخن، وحطيناها كده تدوب في السمنه كده حلو. وهتحط عليهم بيضتين 3 زي ما انت عايزه بقى الكميه لاولادك. العجوه مش هتبقى مسكره جو مع البيض، هتاكلي ما تشبعيش منها. لو عيالك مش حابين الحاجه المسكره جو، مش هتشبعي من حلاوتها. ساعه الصبحيه رزق وفرح وهنا كده يا ولاد. الشغله البدريه منسيه. طبعا العجوه يا دوب حلوه معانا كده. حسب بقى، لو عاوزه تعملي كيلو ونص، انما انا عملت حته بقى على قدنا احنا، ما احناش ايام، على قد ولاد. على طبق فول، على بيضتين، على مش عارفه ايه تاني. واعملي لعيالك وجبه حلوه تدفيهم كده. بنحاول نشكله لولادنا زي اهالينا ما كانت بتعمل لنا زمان. كانت امي الله يرحمها ما كانتش بتبطل عاملها لنا، وما كناش بنزهقوا منها من حلاوتها. طبعا يا حبيبي تحط عليها البيض، وهتسيب البيض يستوي فيها حلوه كده. اعملي سندوتشات ماشي، هتعمليها عيالي يخمسوا منها كده ماشي. صدقيني مش هيشبعوا منها، ووجبة غذائية وحلوة لهم. ولو مش حابة تحطي البيض وتحطي على حبة العجوة دولت شوية لبن تطيبيهم بيها، مش هتنسى حلاوتها برضه. ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تنسوش لو أول مرة تشوفوني تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، يا أحلى وأغلى أخوات وأحلى متابعين. لا إله إلا الله. طبعا يا حبيبي لازم طقة الفطار لعيالنا الصبح ديت اي لقمة، لو هياكلوا نص وجبة عشان يقدروا يذاكروا ويقدروا يسلوا طولهم في المدارس كده. بنحايلوا فيهم عشان ياكلوا. احنا بنحاولوا نعملوا حاجة بسيطة في بيتنا لولادنا يا حبايبي، واقل حاجة عشان ما نكلفوش نفسنا، وحاجة خفيفة يعرفوا يفطروا منها. ما تبصيش للبوتاجاز بتاعي يا ولاد، انا لسه هغسله، انا وحدانية لسه هغسله بقى وهروج، ويومنا طويل النهارده. تنسوش بس لو عجبك الفيديو تشتركوا في القناة، تعملوا لايك، يا احلى واغلى اخوات واحلى متابعين. ده كان فطارنا النهاردة، وبألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينكم يا حبايبي، وتعملوا لولادكم الاحسن والاحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.